لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1248 لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومن بس رضامندي رب العالمين وهي دار اوي ازيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بەڵە خۆشەویستان و کلێوانی ڕاوچ کەمێک لە خزمەت دەواتی پیرۆزەدا بووین. ڕەب العالەمین دەفەرمی کاتێکەوە ئەو قافیلەیە بردی لە مسر فرۆشتی بە چەند درهەمێکی کەم. ئیتر ئەوەی کەوالەی ڕێقەدەری خوا کەسێک بوو لە مسر کە خوای گەورە دەفەرمی بە خێزانەکەی فەرموو ئەو کەسە ڕێزی لێ بنێ لە یوسف بەڵکو ببیتە مای ئەوەی کەوا سوودی لێ بینین یان هەر بیکەینە کوڕی خۆمان و تەبەنی بکەین. ئیتر خوای بەو شێوەیە یوسفمان تەمکین کرد لەسەر ڕووی زەوی وەکو ئەخیرشت کە باسمان کرد کە ئیبن عاشور دەڵێ واتە سەرەتای تەمکینەکەی لەوەی دەست پێ کرد کە خوای گەورە قەدەری وا بوو لەو ماڵەبی کەوا زۆر ڕێزی لێ دەنێن وەلینعەللیمەه من تەئویل الأحادیث و هەروەها تاوەکو بەو شێوەیە خوای گەورە دەفەرمی تەمکینمان کرد لەو ماڵە و لەو جێگایە و لەو ڕێگایە ئەوەندە بەڕێز ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي ولنعلم يوسف من تعبير الرؤى تاوكو يوسف فير بكين خون ليك بداته أو خوناني كوا خلق ديبينا وهروها تأويل الأحاديث ومعاني كتب الله وكباس ما كلا سارتاي سورتكش كوا بهردو معنا ليك ددريتوا كوا تاوكو يوسف فير بكن كو خون ليك بداته وهروە مانای کتێبی خوای گەورەش کولێک بداتەوە سنەتی پێغەمبەران کولێک بداتەوە ئیتر مكنا له في الأرض تمكين کرد لەسەر ڕووی زەوی. من جمع بين معنى التأويل الأحد بنحو المعنى المختار كواتا أو مفسراني كوا بهردو معنى ليشان دايتوا تأويل الأحاديث هم خون ليك دانوا هم تيجيشتن لكتاب خوای گەورە لە سنەتی پێغەمبەران أو مفسراني وكو الشوكاني السعدي شنقيطي وهروها زجاج. هندش لمفسرين دان تأويل حديث واتا خون ليك دانوا وكو ابن جرير وقرطبي وابن كثير. شوكاني ضله ولنعلم من تأويل الحديث ضله هو علة لمعلل محذوف ولنعلم من تأويل حتى وكفيري ليك دانوي أحاديث بكين أو زبهور دمانا ضله هو عليك أويك لبوش دروا محذوفة كأنه قيل فعلنا ذلك آواما لكرت لبرتسا فعلنا ذلك التمكين أبوشي والتمكين ماكر لنعلمه من تأويل الأحاديث بوشي وي تمكين ماكر تاوكو فيرة تأويل أحاديث بي أو كان ذلك الإنجاء لهذه العلة يعني أو نزاد داني لنا أو بيرو لبردست براكاني تاوكو فيري تأويل أحاديث بكين أو معطوف على مقدر يعني أوتا معطوفة لسر جملية مقدر وهو أن يقال مكنا ليوسف بوشي التمكين ما كلا ويوسف ليترتب على ذلك ما يترتب مما جرى بينه وبين امرأة العزيز ولنعلمه من تأويل الحديث كواتا بوشي الترتيب ماكر أو كوا تمكين ماكر لبو يوسف ليندري تا وكل دواي أو كوا بسري دي
لەو حادثە لە نێوان ئەو خێزانەکەی ئیمرأة العەزیز و هەروەها تاوەکو تەویل ئەحادیث فێر بکەین. والله غالب على أمره، أي والله غالب على أمره سبحانه. الله تعالى غالب زال بسر أوي كوادي بيكا يفعل ما يشاء، أوي كبيه بيكا ويستي لسر بيديكا فلا يرد أمره ولا يمانع. كواتا هز توانا ود الصلاة يقنية أمري الله تعالى رد بكاته ويان ببتمانعك ولا ينازع فيما أراده. أصلا هز توانا ود الصلاة يقنية منازعي خواهي قوربك لوي كواويستي خوازي وزيبي. ومن ذلك ما يتعلق بيوسف لازمني أوش أو كخواويستي هي برانبر بيوسف تسيبكا هر أود بي نقويستي برا كانوا ياخذ ويستي كاسيشكا يتلواني كوا باب الاختيار أو كان كوا أو ضميره والله غالب على أمره تقريته لي الله تعالى وكو قرطبي أبو حيان وهروها ابن كثير سعدي ومحمد رشيد رضا. هنديش دلين يعود الضمير إلى يوسف عليه السلام والله غالب على أمره أو أمره تقريته ضميرك له يوسف يعني أي الله غالب على أمر يوسف. الله تعالى زال بسر أو كاربارك وبسر يوسف داده يدبره ويحوطه. الله تعالى تدبير ذلك الله تعالى بابرين صار دوري قرته ولا يكله إلى غيره. خواي قوردي باريزي تسليمي كسيناك حتى لا يصل إلي كيد كائد تاوك بيلاني هيس كسيك لسر يوسف جيب زي نبي وكو ابن جرير دلي ابن الجوزي دلي والله غالب على أمره دلي أو هاء على أمره كناية دلي دو قولي لسر أحدهما أنها ترجع إلى الله تعالى عندك دلين دقرته لله إخوائي قوله فالمعنى أنه غالب على ما أراد من قضائه. الله تعالى غالب ظالم بسر هم أشتاني كديوي بك. وهذا معنى قول ابن عباس معنى قول ابن عباس وهذا قيني رأيد ومش دلي باس ليوسف فالمعنى غالب على أمر يوسف حتى يبلغه ما أراده له حتى يبلغه ما أراد له. كوات خاي جورة غالبة وظالة بسر أوي كوات سيدي بسر يوسف هل أود بي وأوش قول مقاتل. طبعا هردو قول شر بابلين نزيك اللي يكتري دبروا كدلين بابلين بعام خاي جورة غالب على أمر لسر هموشتك كبيوي هل أود بي ولا ضمني أوش أو ويستي خاي جور كوب برانبر يوسف هر أود به هيتك سجناتواني ردي بكاتوا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وتبلام زوربي خلشي نازانك فعلا الله غالب على أمره. زوربي خلشي أو حقتي نازان سبحان الله وازان داخوا فلانة كسيبي أود بي فلانة جهة سيبي أود بي فلانة قوة سيبي نا أول أخيري أمر خواه سبحانه وتعالى خواه يقول سيبي أود بي أو ذا أوي كوائم الظاهري ديبينين لا جير قدري خواي قوريه هموش بخيري إسلام مسلمان توادبي. وأن تدبير الأمور بيده براسي بريو بردني كاربارك هلا لاي الله تعالى ولا يدرون حكمته في خلقه بلام زور بي زوري خلشي أو حق نازان حكمته شي تيدا وهروا نازان كخواي قد سلطفه شي هي برانبر ببندكاني خوي لخلال تدبير أموره بويكوا أوي بيوي هر أودبي. أي أن الأمر كله بيده هم كاربارك لا الله تعالى فيأتون ويذرون زعما أن لهم شيء من الأمور يتر كسانك دين شتانك دكان ادعاء دكان كنا بخويا تشيان بي أو هذا كان أو لا يعلمون لطائف صنعي وخفاء لطفه. يعني كسانك فعلا نازان كخواي قول سبحانه وتعالى تسلطفه هي لو كارو كردواني كوانزامي دا سب الشاراوي وبوردي رحمته لأن تزي كان بنسبة إيمان داران وتحكمتك لو كارو باردها كار خواي قوردي سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلم فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر لويا زور بخلك حقتي نازانا أوي دكان ياخذ أوي كواديلين في مغالبة أحكام الله القدرية كبهمو تصور خوان كسانك دين دانوي أحكامي خواي جورا أو قدري خواي جورا بيان مغالبة لقلبك منافسة لقلبك وهم أعجز وأضعف من ذلك وكو سعدي دله
زۆر لەوەی کچکەتر و زۆر لەوەی بێهێزترن بتوان بەرامبەر بە قەدەری خوای گەورە شتێک بکەن. خوای گەورە ئەوە بێ هەر ئەوە دەبی و بە یەقینیش بزانە ئەوەی کە خوای گەورە دەوێت پڕە لە حکمت. اینجا دەفەرمی ئابە و شێوە یوسف دەمینێتەوە وەلەمما بەلەغە ئەشودەه ئاتەیناه حوکما وعیلما وكذلك نجزي المحسنين. كواتا لما بلغ يوسف منتهى شدته وقوته وشبابه يتر يوسف لو معلمايوه حتى قيشتا أو بري جنزيتي هيزو تواناو دا صلاتي واكتمل خلقه وعقله يتر هم خلقتي تواو كامل بو هم عقلي شي تواو كامل بو أو زالو حالت آتيناه حكما وعلما. إنزا خواهي قول دفرمي حكم علمان داوة نبوة علمان في بخشكاتك تواو دا مزرا لروي خلقته لروي هيئته لروي جسمه لروي عقله. خواهي قول دفرمي أوزا حكم علمان في بخش دفرمي حكمك بريتيلا بيغمبراتي وعلمان في بخشي. واختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده. يترزانان بتسان رأيك رأيان هيدا الباري يعني بوتسان صال حتى وكو خواهي قورا أو بيغمبراتي بيبخشي هندك دلين 33 صال لوانا وكو ابن عباس ومجاهد وقتادة وهروها واحد يجدر زور بي مفسرين دلين كعمري بو 33 صال خواهي قور بيغمبراتي بيبخشي هندك دلين 20 صال وكو ضحاك وقتراش الأشد الحلم كاتك كذا فرمي بلغ أشده واتا بالغ بو لواني كوا رأيان هل كاتب بالغبون وكو إمام مالك وربيعة وزيدي كري أسلم الشعبي وهو غير أوش قترايا. ابن جرير جائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن 18 سنة احتمالا أو كاتب وخوي قول بيغمبرات بيبخشي كوابو 11 صال. وجائز أن يكون آتاه ابن 20 سنة يعني تلا بالصالي يعني تلا 33 صاليب ولا دلالة في ذلك في كتاب الله ولا على أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كان. كواتا 11 صال 20 صال 33 صال طلع لا قرآن ولا سنة هيز بلقيك مانية لسروي كوا لا تصاليك بو. وإذا لم يكن ذلك موجودا من الوجه الذي ذكرت كواتمان لا القرآن ولا السنة ولا إجماع أمة نهاتية كوالا الصالح بوا فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل. رأي درست وياك خواي قول كوي مش أو هابلين كاتي كواجيشت أشده خواي قولا بيغمبرات بيبخشي حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له فيسلم له حينئذ. كاتم آدم نلا قرآن نلا سنة نلا إجماع أمات بلغيك ما ليس الكوالة تصالق ولا عمري تسنبك خواي قول بيغمبرات بيبخشي طلع إيه مش راستر ويا خواي قول كوي فرم مش أو هبلين كبلغ أشده كجيشته أو فرق قوته تواناو قابلتي عقلي وجسمي خواي قول بيبخشي بو بيغمبري خوا. ممن اختار أن الحكم هذا مراد به النبوة آتناه حكما وعلما أو زانان كبين وحكم لير بمعنى نبوة ديتن وكبغوي رصعني ابن كثير السعدي وابن عاشور وهروها سدي وابن سايبش هندش دلين أو حكمة والعمل بالعلم علما بيدا والعمل بالعلم وهروها موفق ما كركوا كاربة أو علم شبكا لو أنا ابن عربي وادله وهندش دلين أو حكمة بمعنى فهم تيجيشتن دي وكو ابن جرير وهروها مجاهدش وادله وهندش دلين علما المراد بعلم تعبير الرؤية وكو ابن عاشور دله علمي ليقدانوي خونكان وهروها هندش دلين أو علما بمعنى الفقه في الدين تيجيشتن لدين إترخوا يقول وكذلك نجزي المحسنين أبو الشيوة پاداش تساك كاران ددينوا والله لقل أوج زانان دفرمون ليس المعنى أنه يجزي كل من أحسن عينما جزى به يوسف عليه السلام معنى أوني يعني هر كسك تساكبك تسيب يوسف بخشي خواي يقول بيجد بخشي تكون معلومة لتواي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كس نابته بيغمبر بلام ولكن يجزيه جزاء الإحسان وتلير ما بس توي فعلا أو تساكبك تساكي بيدكاته بس نك بالضبط أو بيوسف بخشرة وتبي بتبيغمبر أو هنا والله أوي تساكبك
خوای گەورە چاکەی پێدەبەخشیتەوە وهل جزاء الإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكل صورة الرحمة خوای گەورە باز دەکاتن ئەوجا هەم لە دنیا هەم لە قیامەت جەزای چاکەکاری خوای گەورە پاداشتی چاککاران دەداتەوە هەم لە دنیا و هەم لە قیامەت بەڵام مەبەست لێرە ئەوە نییەکەوە ئەوەی کە بە یوسف بەخشرا واتە بە هەموو کەسێک چاککار دەبەخشرێ والله أعلم وەکو شەوکانیش دەڵێ فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه هەر کەسێک کار و کردەوەی چاک بی خوای گەورە پاداشتی چاشی داتەوە وجعل عاقبة الخير من جملة ما يجزيه به لزمني أو تساكي كخواي جورا بيدا بخشيتو أو كسا كتاكارا عاقبتي خير دبي أو كسا عاقبتي خير دبي إتر دلي وكو عاقبتي يوسف تسند خير بو لنا أهم مصيبة خواي جورا عاقبتي تساش بي بخشي بهمان شيوا عاقبتي تساشيش بهم أو كسان دبخشي كوا تاكار بلام وكتمان نك پیغمبراتي كبا يوسف بخشرا بيش بخشرنا چونك مسألة پیغمبراتي خاتم بابلين خاتم كان محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام چیتر پیغمبر کە لە دوای بەڵام هەموو چاکارێک خوای گەورە بە چاکە پاداش دات و هەم لە دنیا هەم لە قیامەتیش عاقبەتی خێر دەبی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون